مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير والسنة الجديدة تكون سنة حلوة عليكم بإذن الله. حبيت ان انا ابدأ السنة الجديدة بحوار مختلف كده مع صديقي سامح عرفات، رئيس رابطة مانشستر سيتي في مصر، اللي انا بتشرف بيه وبتشرف بوجوده النهاردة معايا. عامل ايه يا سامح؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل. مبسوط ان انا موجود معاك. وانا اكتر والله يا عم ربنا سامح. يخليك يا رب. الدنيا في السيتي مش احسن حاجة. هنتكلم على كام نقطة الاول. تمام. ناخدك الاول في حته الرابطه، رابطه مانشستر سيتي او مشجعين مانشستر سيتي. اكيد انت دايما بيقابلك على فيسبوك، وانت بسم الله ما شاء الله ما بتسيبش حد في حاله، تمام؟ بيقابلك سؤال: انتوا بتشجعوا الفرقه من امتى؟ انتوا محدثين؟ انتوا بتشجعوا الفرقه دي عشان تكسب؟ انتوا طالعين امتى؟ الحاجات دي. فخلينا برضو توضح للناس الموضوع ده. يعني الراجل اللي بيشجع السيتي او الناس اللي بتشجع السيتي بتشجع السيتي ليه؟ لانه يعتبر فريق يعتبر جديد لسه ظاهر مثلا من 2008 2009 في الرينج ده للناس، مش كتاريخ يعني. بالظبط. بس انا هقول لك، هبدا لك بحاجه. مبدئيا ان الناس بتشجع مانشستر سيتي متفاوته، يعني مش النهارده اول يوم للناس دي. يعني في ناس بتشجع من سنين، في ناس بتشجع قبل ما انا اعرف النادي ده اصلا وقبل ما المستثمرين يشتروه والحاجات دي. بالظبط. يعني في اختلافات كتير. في ناس بتشجع من زمان قوي، وفي ناس بتشجع من غير اسباب. في ناس بتشجع لسبب لاعب زي اي نادي في العالم كده، أكيد بيشجع أكيد. للاعب، بيشجع لمدرب. وجوارديولا طبعا موجود طبعا. عامل قاعده شعبيه كده وقاعده جماهيريه للنادي. طبيعي هيبقى دي اكتر. يعني جوارديولا لما جه شعبيه النادي زادت، لعيب زي ما اجورو زادتش ما زادتش، هي ضعفت يعني. اتضاعفت. اضعاف. ممكن اقول لك مثلا زادت مثلا 400%. فعلا بالظبط. فعلا. انا قبل كده كنت عامل حلقه كنت بتكلم ان مانشستر قدام ممكن تبقى زرقاء مش حمراء. يعني على بناء على احصائيات كانت طلعت ان النشء الصغير اما بيطلع في انجلترا مثلا، يعني عملوا قبل كده تجربه، الكاتب اللي كاتب المقاله قال لك دخلت فصل وسالت 10، لقيت مثلا منهم 6 بيشجعوا مانشستر سيتي. فهل انت شايف ان انت مثلا فكره ان الفرقه بتاخد بطولات والنشء الجديد طالع، فممكن نشوف الفريق ده بياخد بطولات فيقدر ان شعبيه الفريق تزيد فعلا؟ دي انت شفتها يعني؟ انت بما انك انت راجل متابع وحوار الاحصائيات دي لعبتك، فبتشوف الحاجات ده في مانشستر سيتي في مصر؟ بص انا اقول لك حاجه. مقارنه مع السنين اللي فاتت، هي مش زادت، تضاعفت بالنسبه لليونايتد. فعلا بالنسبه لليونايتد. تمام. بالنسبه في المقارنه مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد. عايز اقول لك مثلا باستثناء ان مانشستر يونايتد معاه كم البطولات اللي عايش عليها من زمان، وباستثناء ان هم لسه برضو يعني متقدمين قوي في حته الايرادات الماليه وازاي يطلعوا فلوس من النادي. باستثناء الحتتين دول، لا، هي مانشستر بقى لها سنين. فعلا. بالظبط. ده تصريح خطير يا جماعه على مسؤوليه سامح ان مانشستر زرقاء. طب انت ازاي بتقول كده؟ يعني مانشستر يونايتد ده فريق من زمان. انا كتاريخ ممكن تقريبا يكون التاريخ مقارب لبعضه في نشأة النادي، صح؟ بالظبط. ولا انتوا اقدم كمان؟ احنا 1894 1880 هم قبلنا. هم قبليكم. تمام. بس الفكره ان هو مش الفكره في مين قبل مين. الفكره ان انت حاليا بقيت الموضوع بالنسبه لك توتال دوري 20 دوري 10 دوري. يعني حتى لو الفرق بينهم انه المدى الزمني، يعني اليونايتد مثلا كسب ال 20 دوري مثلا في مدى زمني من في التسعينات واول 2000 اللي احنا فيها. تمام. مانشستر سيتي في الالفيه الجديده. بالظبط. هي الفرق مدى زمني مش اكتر. في الالفيه الجديده اللي فيها سوشيال ميديا اكتر وفيها نشء طالع اكتر. يعني عارف اللي هو ايه، زي المثل بيقول لك مثلا 30 هدف في الدوري الاسباني بتبدلهم بهدفين تسلل في الدوري الانجليزي. ايوه برضه في عدد الدوريات. انت هناك 20 دوري في زمن، انت في ال10 دوري اللي مانشستر سيتي اخدهم منهم 8 من بدايه من 2012. لا دول حاجه ثانيه. دول بالنسبه لك حاجه تانية؟ لا، حاجه تانية بالنسبه للسوشيال ميديا برضه. بالنسبه للناس، بالنسبه للجمهور. يعني الناس مثلا ما شافتش اليونايتد مثلا اكتر من فتره السير مثلا. بالظبط. وممكن مش يعني الجيل اللي قدنا اللي هو 97 والناس ديت بداوا السير، بس مش من زمان، مش من اول ما جه بالظبط. يعني ايام رونالدو برضو والناس وروني والناس يعني ممكن تقول مثلا من بعد مثلا فتره ابراموفيتش لما مع تشيلسي. وبدات الناس تشوف البطولات الفعليه لليونايتد. ما شافتش ال 20، مش شافت مثلا بنتكلم في 5 أو 4 أو 6 في الحدود دي. اللي حضر زمان فهو ده عنده مانشستر يونايتد يعني، فانتماء وولاء ليهم والكلام ده كله. لكن انت كسيتي انت بتشوف ان انت الدوريات الجديده اللي انت اخدتها في زمن السوشيال ميديا فرقت كتير قوي في شعبيه النادي. اكيد طبعا. طب انت بقى كرابطه يا سامح، كرابطه انتوا مثلا ممكن يكون عددكم قد ايه في مصر دلوقتي تقريبا؟ احنا وقت ما كنا بننفذ الرابطه في بدايتها
كان الموضوع بيدخل معانا في الناس اللي تعرف ان في حاجه اسمها رابطه وعايز اسجل وكل الكلام ده. الرابطه دلوقتي موجوده بتسجيل والناس بتسجل الرابطه فيها. موجوده بتسجيل بس احنا موقفينها بقالنا سنه بسبب اللي بيحصل مع اخواتنا وكده. ربنا ينصرهم ويقويهم باذن الله ويعدي المحنه دي على خير. بس فاحنا الوقت اللي احنا وقفنا فيه. بس قبل كده لا، احنا كنا بدايه التسجيل كنا في 2018 و2019. احنا كنا بنتكلم مثلا في ان في 1000 واحد جاهزين يسجلوا. ده موجودين على ارض الواقع قدامنا في مصر. ده غير ناس ما تعرفش، الناس اللي بتبقى موجوده في اماكن مختلفه بتتفاجئ ان في حد زيها بيشجع الفريق. مش كل الناس ظاهره ببعضها على السوشيال ميديا، ومش كل الناس بتسجل. لكن المسجلين دلوقتي مثلا نقول في مصر حاليا عشان طبعا موقوف يبقى موقفين التسجيل، موقفين كل حاجه. هي بالنسبه لهم مؤسسه مثلا خامله مثلا بالنسبه للنادي. ايوه بالنسبه للنادي انتوا على تواصل مع الناس هناك في انجلترا بالظبط. يعني بمعنى اصح، عشان في بيتقال لك ايه، ده الناس في مركز مطوبس بيفرحوا بفوز السيتي ومش عارف انت الافيه اللذيذ ده. فانتوا الناس هناك حاسين بيكوا وعارفين ان انتوا في رابطه في مصر والحاجات دي وفي فعاليات والحاجات دي. من بدايه تاسيس الرابطه وكده كان عنده علم وداتا بكل حاجه تخص الرابطه، وعارف الناس اللي متسجله وعددهم والحاجات دي. ده كل تفاصيلهم عند النادي. اللي بتحصل انت بتستلم التفاصيل البيانات بتاعتهم بتسلمها للنادي. يعني ما بيبقاش مثلا ان البيانات ده عندي بس النادي عنده مثلا عدد، لا النادي عنده كل التفاصيل كل الداتا تخص الناس كلها رابطه. انت دلوقتي سامح برضو عشان ما نحدش عن السؤال، تقريبا انتوا كام دلوقتي في مصر عموما ككل الناس اللي ظاهره على الاقل ما مسجلين؟ ممكن اقول لك مثلا 3000. لكن انتوا ما فيش فعاليات دلوقتي موقفينها بقالكم سنه؟ بقالنا سنه وشويه بالظبط. تمام. يعني احنا دلوقتي سامح بنتكلم ان انت عدد المسجلين في الرابطه 3000 غير ناس كمان مجهوله، يعني ناس مش مسجله في الرابطه بس ناس بتشجع السيتي وبتتفاعل مع السيتي وحابين السيتي. بالظبط. طب نقدر نقول يا سامح ان البطولات هي العامل الرئيسي اللي خلت الناس تشجع مانشستر سيتي؟ يعني هل ده عامل رئيسي ولا عامل من ضمن العوامل؟ هي العامل الرئيسي لاي نادي، مش مانشستر سيتي بس. يعني ريال مدريد، برشلونه، كل الانديه دي اللي خلاك مثلا تحب مثلا نادي معين دون على الثاني بيبقى تاثير حاجه معينه. انا زيك. يعني انا مثلا حبيت مثلا ارسنال عشان مثلا شفت هنري، حبيت طريقه اللعب. بالظبط. مثلا بحب اي سي ميلان عشان اول تيشيرت اشتريته مثلا انزاجي في اي سي ميلان، فالحب بتاع الفرق جه عندي. الاهلي نفس لقيت ابويا بيشجع فشجعت، فاهمني القصه دي. تلاقي مثلا حد صغير مثلا ما شافش الاهلي بس يعرف مثلا او تريكه مثلا او يعرف لعيب معين او مشهور كده بيغير مع الوضع بالنسبه له ان هو خلاص هيشجع النادي ده بناء على حاجه معينه. البطوله، اللاعب، شكل اللعب، حتى تيشيرت الكوره بقى مؤثر جدا مع الناس طبعا. يعني. طب انت سامح ممكن تقول لي اسامي ناس غير جوارديولا ضعفوا عدد الناس اللي بتشجع السيتي او بتحب السيتي؟ اكتر حاجه بس بالنسبه للناس يعني بشكل بس مش كبير نفس تاثير جوارديولا هو اجويرو طبعا. بالظبط. فرق كتير مع الناس ووجوده فرق كتير مع الناس. بالظبط طبعا. وما عمل ارقام قياسيه في الدوري الانجليزي. بالظبط. وشويه مثلا اقول لك كيفن دي بروين مثلا. طبعا برضه بس مش بنفس يعني هم درجات كده. وديفيد سيلفا حبيبك. ديفيد سيلفا بالنسبه لي انا اندر ريتد، وبالنسبه طبعا بالنسبه لي انا كمان والله. بالظبط. من احسن لعيبه اللي شفتها في حياتي. يعني بالظبط. افضل لعيبه النص اللي لعبت في تاريخ الكوره. بس بالنسبه للناس العاديه مش نفس الزخم الاعلامي اللي كان موجود برضو في الناس في جيله. بالظبط. يعني ومش نفس جيله برضو. خلي بالك كانت الدنيا زحمه. يعني ولو بتتكلم في وسط ملعب مثلا كنت بتتكلم في بيرلو، كنت بتتكلم في نيستا، كنت بتتكلم في تشافي، كنت بتتكلم في زيدان. فبرضه الجيل بتاعه كان فيه. وحتى مقارنه مع اللعيبه اللي في الفريق، يعني بص على توريه هتلاقيه مش عامل نفس اداء سيلفا بس واخد زخم اكتر. انتوا فريق فلوس، انتوا اتصنعتوا بالفلوس، وانتوا الضخ معاكم مالي كتير عشان الفريق ده يقف على رجله. انت شايف دي حاجه غلط؟ هي مش غلط. اي نادي انت بترد على الموضوع ده ازاي؟ يعني انا واحد بقول لك انتوا معلش، يعني انتوا فرقه صارفين فلوس كتير فطبيعي ان انتوا تجيبوا بطولات. يعني اي نادي بيبدا يستثمر وعاوز يوصل مثلا مرحله معينه، يوصل للمرحله الاعلى هيجيب لعيبه طبيعي. ده بديهي الموضوع ده. في اي نادي، اليونايتد، تشيلسي، ارسنال، كل الانديه اللي حاولت تبقى حاجه مختلفه. بص ميكل ارتيتا مع ارسنال حاليا صارف كتير. بالظبط. ليه؟ ما عملناش حاجه. عشان هي ما عملناش حاجه، دي الظروف. عملناش حاجه للظروف. ايوه طبعا. الدوري مثلا بتلعب جوارديولا، بتلعب كذا كلوب. بالظبط. مش المقصد انه الشخص اكيد انا فاهم. كمنظومه لعيبه، اداره، كل حاجه بتدار بشكل اكيد. فريق فايق، مدرب فايق كده الكلام ده. فكلوب مثلا، جوارديولا، فتره ارتيتا
في مدربين تاني او اوقات تانية بتحس ان لا الموضوع متاح بالنسبه لك، مجرد انك صرفت او جبت مدرب كويس هتقدر تكسب. فانت عادي بالنسبه لك، عادي ارسنال تشيلسي صرف ومانشستر بيصرف ومانشستر يونايتد قصدي بيصرف وارسنال بيصرف وتشيلسي اصلا برضو نفس الفكره. بالظبط. تشيلسي لما بدا مع ابراهيموفيتش في 2001 و2000 2002 بالظبط 2003 يعني ده في الفتره دي بداوا لحد ما وصلوا 2005 ان هم قادرين يكسبوا الدوري بالظبط. ويلغوا سيطره اليونايتد، يلغوا ارسنال اللي كسبان الدوري الذهبي من سنتين، وكل حصل. الكلام ده بقى حصل. الموضوع بالنسبه لهم سهل. حصل. فضلوا من 2005 لحد 2012 و2013 لا فرقه تقيله قوي، مش بس يعني حتى لو طبعاً. هم بيخسروا الدوري لا هم فرقه اتقل فرقه في الدوري لحد أنا قبل عارف. الحوارات بتاعت روسيا واوكرانيا كان الفريق واخد دوري ابطال اوروبا. بالظبط بس بالظبط. هم في الفتره الاولى دي كانوا فريق تقيل، عارف الفريق اللي هو انت داخل وانت بيقلقك اكتر من اليونايتد أكيد، اللي هو أكيد. متمكن، ايوه بيقلقك اكتر من ارسنال اللي هو لسه واخد دوري من فتره. فهي دي الفلوس عملت فرقه تقيله قوي. بس فكره الفلوس انت بتصرفها ازاي وبتجيب مين وبتطور ولا لا. هي الاداره اهم من انك تبقى معاك فلوس. ما كل بالظبط. باريس معاه فلوس مم. بس ما بيهدرش صح. بالظبط. يعني انت لو فكرت مثلا في كميه الصرف اللي صرفها باريس وكميه النجوم اللي لعبت في باريس مقارنه مع انديه تانية، في انديه تانية بمبالغ اقل حققت نجاحات اعلى. بالظبط. فهي مش المبدا مش الفلوس كمي. بس، الاداره اللي بتقدر تصرف الفلوس الموضوع دي. كيفي مش كمي اصلا. لو كمي كانت انديه اليونايتد حاليا كان نجح بالظبط. بكم الفلوس بيصرفها بالظبط. كل سنه ومفيش تطور. انا بتفق معاك يا سامح في النقطه دي، لان مؤخرا اصلا يعني انا بقينا فرق كتير بتصرف، ارسنال بقى بيصرف اكتر فاهمني. يعني انتوا حتى هنيجي في الموضوع ده دلوقتي، انتوا من ضمن المشاكل اللي عندكم ان انتوا ما بتصرفوش بتجيبوش لعيب أصلاً. فاهمني ازاي. فخلينا بقى ايه نخش بقى على النقطه المهمه، ايه اسباب انهيار السيتي بعد ما كان مهيمن على انجلترا وعلى العالم كله وبطل دوري ابطال اوروبا والثلاثيه. دلوقتي السيتي مش موجود، جوارديولا شويه الدنيا هتبوظ منه. فانت عايزك تقول لي اسباب لانهيار السيتي بالشكل ده. انت قلت جوارديولا شويه والدنيا هتبوظ منه. اه. هو بالفعل هو السبب الرئيسي للكلام ده. واقول لك ليه. التخطيط غلط. ده اتهام قوي جدا لجوارديولا ان هو السبب الرئيسي في كل ده. بالظبط. يعني يشيل كام في المية؟ لو شخص واحد بس يبقى مسؤول هو جوارديولا 100%. لو بنسبه نسب معينه ممكن اقول لك جوارديولا من 70 ل 80% شيلته هو فعلا؟ شوية. بالظبط. طب ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ اي حاجه بتعدي في النادي بتعدي على جوارديولا. اه. مفيش حاجه مثلا اللي هو ايه مثلا ليه مساهمه بسيطه او ملوش مساهمه او ملوش دور. لا الكلام ده مش مع جوارديولا. ممكن يكون مع اي مدرب تاني بس مش هو. ايوه. فهو بالنسبه لي هو السبب الرئيسي لاسباب كتير. يعني مثلا اول حاجه مثلا، يعني حتى انت كنت بتقول لي قبل ما نتكلم، انت بتقول لي ان بعد دوري ابطال اوروبا السوق كان عشوائي في الانتقالات. بالظبط. انتوا جبتوا مين بعد دوري ابطال اوروبا؟ عندك ماسيوس نونيز، تمام. عندك دوكو جيرمي جبتوه. دوكو، تمام. جفارديول، جافارديول. سافيو انتوا لسه مرجعينه؟ سافيو. هو مش هو جديد انا عارف بس كان معار. لا كان معار. ايوه بالظبط. هو مشتريهم بقاله سنه أيوه. ونص. أيوه. فهم جابوه. جندوجان رجع تاني. جندوجان رجع. ماسيوس نونيز ماتي إحنا كوفازيتش. بالظبط. تمام. فانت شايف ان دولت اللي احنا فاكرينهم دلوقتي يعني بالظبط. دولت مش الفريق مش في حاجه ليهم، او مش دولت كواليتي الفرقه، او على الاقل مش قد الكواليتي اللي مشي. يعني عارف لما تقارن بين مين الناس مشي يا مشي سامح؟ كان مين اللي مشي؟ كان رياض محرز مشي. لابورت اللي مشي من فتره. كول بالمر. مين تاني؟ لعيبه. انت قلت 3 لعيبه اصلا كفايه. والفاريز طبعا متباع السنه اللي فاتت. يعني عارف جولا الفاريز مثلا حتى لو ما كانش بيأدي معاك اسمه شخص معين بيلعب في مركز مهاجم بيلعب في النص، هو حتى لو يأدي كواليتي نص المطلوب مين البديل؟ مفيش بديل اصلا. بالظبط. فانت مفيش بديل، مفيش لاعب، مفيش شخص معين مفقود حتى لو ما كانش جامد قوي في مكانه بس. ايوه. فبس فانت عندك انت اول حاجه بتتهم فيها جوارديولا او بتقول ان هو السبب الرئيسي فيه ان هو السوق اللي هو مسؤول عنه، اللعيبه اللي جابها ما سعفتش الفرقه. الناس بتقول مدير الرياضي، المدير التنفيذي، مدير العمليات. لا جوارديولا في اي حاجه اي لمسه بتحصل لجوارديولا بتعدي عليه. بمناسبه الموضوع ده انا برضو عندي وجهه نظر في القصه دي، ان انا بشوف سوق الانتقالات سيء جدا جدا مقارنه بين ان انتوا كنتوا بتصرفوا وكنتوا بتجيبوا لعيبه كواليتي كلاس ايه يعني. انا بشوف حاجه تانية، ان برضو طريقه جوارديولا ذات نفسها بقت محفوظه. يعني الفريق دلوقتي بقى عارف مثلا انت هتوصل في الربع الاخير من الملعب او في الثلث الاخير من الملعب هتعمل ايه، فبقى بيتقفل عليك، بقى عارفين هيخترقوك ازاي في خط الدفاع. فانت بتتفق معايا في النقطه دي؟ هو بص هتفق اتفاق جزئي. الحاجه اللي بتخليني اقول لك كلامك صح
ايه اللي خلاك طريقتك محفوظه، او ايه اللي خلاك انت معروف هتعمل ايه؟ الكواليتي. يعني بص على لعيبه النص اللي عندك، لا انت عندك 4 5 6 لعيبه نص، شيل رودري من الحسبه، شيل دي بروين من الحسبه، شبه بعض. برناردو سيلفا تمام، عن ريكو لويس بيلعب في نص، ريكو لويس ده على الله تمام. حكايته. عندك جوندوجان وعندك كوفازيتش. تمام. كوفازيتش طبعا مش محتاجين نتكلم عنه. ايوه البوكس بتاعك ما بيعملش حاجه، أيوه. البوكس بتاع الخصم ما ما بيعملش بيعملش حاجه. فرصه تسديد بيقعد يباصي اللي جنبه، ايوه. فرصه انه يعمل بينيه واحده على الله طب و15 اللي انت قلته كده انت وسط ملعب ما فيهوش حاجه. بالظبط. هو ده مثلا واحده من اكبر الكوارث اللي بتحصل، ان كوفازيتش موجود في الفريق. لعيب ما فيهوش اي ميزه. ايوه. اصلا بيحرك لك الكره لقدام. يعني هو مثلا الموضوع صعب على ايدرسون مثلا، الكره طويله لهالاند يسندها لدي بروين من هدف صعبه دي مثلا. لا ما انت بتستغنى عن حاجه مهمه. او اقول لك حاجه، فتره من فترات كان عندك ديفيد سيلفا اساسي. تمام. ديفيد سيلفا بيعمل 50 60 حاجه من وسطهم انه يحرك الكره لقدام. ايوه. بقت الميزه بقت وظيفه. بتشتري لاعب عن يحرك الكره لقدام. بالظبط. ايوه. بقت هي كانت موجوده وبسيطه، اشتريت لحد يعملها لي. بالظبط. أيوه. الحاجه دي كانت في لعيب واحد بيعمل 50 حاجه جنبها، لا بقى لعيب بياخد مرتب 150,000 استرليني في الاسبوع. تمام. وبقى عنده 30 سنه وبيلعب اساسي كل مباراه، علشان دي الميزه بتاعته. وقيس على كده بقى لعيبه تانية، انت بتتكلم ان في لعيبه اصلا بدون تخطيط دي اجتهادات شخصيه منهم زي ماتيوس نونيز مثلا. بالظبط. تمام. يعني. طب انا دلوقتي سامح برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتتكلم فيها، انت برضو بتقول ان جوارديولا السبب. طب ما ممكن انا اقول لك، ما هو معلش برضو يا سامح، خط الدفاع بتاعك انت ما بتلعبش بناس ثابته، ده كل ماتش واحد يتصاب، مره اكانجي، مره اكي، مره روبن دياش يرجع ويتصاب. فايه يعني هو كمدرب هيعمل ايه طيب؟ ما هو اللعيبه مصابه، حتى هو بيطلع يقول كده في المؤتمرات الصحفيه، يعني من ضمن الاسباب. ما ده مبرر لفشل، ومبرر لفشل حاجات كتير قوي. اول حاجه المدافعين. المدافعين هتعرف ازاي ان الفرق بين المدافع والتاني؟ لو انت مديهم الحمايه الكامله هتيجي من فين؟ من النص. عارف لو عندهم قدامهم ارتكاز بيديهم الحمايه زي رودري بالظبط. رودري السيزون اللي فات كان شايل عن ووكر غلطاته. كان على فكره ووكر السيزون ده اقل من السيزون اللي فات بحاجات بسيطه قوي. فعلا بالظبط. ده الناس شايفه ووكر السنه دي مش ما هو السنه اللي أصلاً. فاتت برضه ما كانش موجود، بس مش بنفس المستوى الحالي. ايوه. يعني ووكر من الموسمين ده حاجه، واخر موسمين ده حاجه تانية خالص. بدا تراجع خفيف وحاليا مفيش. بس ايه اللي خلاك تحس بكده؟ رودري كان بينزل يسند عليه. فكان في الوقت اللي بيقع فيه بيستنى لحد ما يقف، بيديله حمايه دفاعيه في ظهره. فدي حاجه كان بيعملها رودري ما فيش حد يعرف يعملها. دلوقتي يا سامح برضو انت شايف ان نقطه الاصابات دي فشل من جوارديولا نفسه؟ يعني إن هو مش فشل ان اللعيبه تتصاب، فشل ان هو مش عارف يدير القصه دي، او هو مثلا مش عارف يختار لعيبته. هو بيقول حاجه، هو بيقول لو الفرقه كامله معايا انا الموضوع هيبقى مختلف. هو لو الفرقه كامله معاه برودري الموضوع مختلف. الفرقه كامله معاه برودري الموضوع زي ما هو. طيب انا بقى اخدك في جزئيه تانية، ان هو دلوقتي انت برضو في حاجه جوارديولا كان بيعملها انا بستعجب منها، ان جه عليه وقت ما كانش بيلعب بباكات. فانت دلوقتي ما فيش غير ووكر هو الباك اليمين، ريكو لويس رجعت لعبته فتره تمام، استخدمته في الجزئيه دي، كانسيلو مشيته، زيتشينكو مشيته، فانت وجوارديولا جه عليك وقت وظفته باك شمال اصلا مع ان هو مش وظيفته. تمام. فانا بشوف طب ليه؟ يعني ليه ان انا العب اخش؟ يعني انا دلوقتي برضو من ضمن الحاجات اللي بستعجب عليها جوارديولا، ليه من غير باكات؟ وكان الموضوع ان هو هيبدا خطه جديده. خطه جديده اللي هو كان زمان اللي هو لعيب الباك ده نص دفاع نص هجوم. بالظبط. فنص دفاع نص هجوم يمين وشمال، كانك بتدافع بفرد وبتهاجم بفرد. ايوه. حتى هو جوارديولا مع الوقت كده بقى يهاجم بفرد ويدافع بفرد كمان. يعني بدل ما يستفاد من الباكين هجوم ودفاع، كان بيخلي واحد يتوظف دفاعي كامل والباك الثاني هجومي كامل. بيضم على النص او يضم جناح اضافي. كل الحاجات دي كان بيعملها من الاربعه اللي ورا. ففي اغلب الوقت كان بيلعب 3 ورا، منهم ووكر اللي كان بيبقى جسمه مقلوب في الملعب عشان يبقى اقرب للحارس عشان المصدات وكده. فهو طالما انا هلعب ب3 ورا، طب ما اجربها 3 فلات، 3 مدافعين. طب من غير باكات اصلا. من غير باكات اصلا. طب ما اجربها 4 واخلي واحد من بتوع المدافعين المركزيين اللي هو قلوب الدفاع يدخل على النص، واللي عملها مع جون ستونز ولحد واكانجي فتره لما ستونز اتصاب. بالظبط. بقي 3 ورا، هي نفس الفكره بس بطريقه ثانيه. ايوه.
فلعيب المدافع فبقى ارتكاز اضافي. بس بالظبط. مش بس مع ستونز غير مع اكانجي بيعرف يبقى ارتكاز 6، ايوه ستونز بيعرف يبقى 8. فده الفرق بين الاثنين، يزيد بيخلي كورته كواليتي حلوة شوية. بالظبط، فبيخلي كواليتي نص اعلى، فانت ما بتحسش بنقص الباكات. حلو. طب وغياب رودري بقى مؤثر بالشكل اللي هو يبوظ تشكيلة كاملة؟ اه بالظبط، فعلا. لسبب معين. اقول لك حاجه، عارف لما يكون معاك ميسي وبتمشيه من مثلا ميسي لما مشي من برشلونه، مين البديل بتاعه كان؟ مين اللي جابه ممفيس ديباي. ممفيس ديباي. فانت ديباي يعني مثلا، عارف لما اقول لك ايه مثلا ميسي ماشي فديباي البديل، فانت هتحس في فرق. كارثة. احنا مفتقدين ميسي أيوه. وكده. مثلا تخيل ان ميسي ماشي وجه مثلا لامين يامال، مش هتحس بنفس ايوه. فهي الفكره مش في ميسي، الفكره في بديل ميسي. الفكره مش في رودري، الفكره ان انت جايب لعيبه نص انت اصلا. ما فيش اي بديل ليه بالظبط. ودلوقتي بتدور على بديل ليه؟ بالظبط. زوباميندي يفيدكم؟ اكيد طبعا اكيد. اي بص، هو بالنسبه لي بالوضع الحالي للنص الحالي، لا اي لعيب جاي مفيد. بيتنفس بيلعب في نص على الدايره مفيد عن اللعيبه دي. طب سامح، رودري لو كان موجود في الفترة دي دلوقتي كان هيفرق 100%. وسط الهلهلة دي كلها، وسط بالظبط. الدفاع اللي طبعا. بيتصاب، وسط لعيبة الوسط اللي شبه بعض، كان هيفرق. طبعا كان فارق السنه اللي فاتت بنفس كل حاجه، بنفس الموضوع، بنفس النص، بنفس الدفاع، بنفس الكوارث، بنفس الاخطاء كان فيه. طب انت سامح دلوقتي، السيتي عمره ما كان بيلعب بجناحين مهاريين، كان دايما حتى لما جاب سانيه وجاب محرز وجاب جريليش، فاهمني، كنت دايما يقول لك اللعيبه دي كانت جايه عندها ابداع. جوارديولا ورحيم ستيرلينج، وخلاهم روبوتات اللي هو على الخط، تمام، ووظف كل مجهودي بان انا افيد الفرقه. يعني برضو جت احصائيات للعيبه، مثلا رياض محرز معدل الترقيص اللي كان بيرقصه في ليستر اكتر بكتير قوي من اللي كان بيرقصه في مانشستر سيتي، فكان الفريق شغال وبياخد بطولات، تمام. انت دلوقتي جبت جناحين بيحنكشوا زي ما بنقول كده، دوكو وراجل سافيو، اتنين مهاريين، اتنين بيخشوا، اتنين بيرقصوا وبتاع، فهل ده ضر الفرقه ولا فادها هو وجودهم دلوقتي؟ بالنسبه لسافيو ورودري سافيو ودوكو كافراد اصلا، هم سافيو ممكن اقول لك اضاف بالنسبه اللي كان السيزون اللي فات. مع ان الناس بتحسبها ارقام شويه، ان هو جايب هدف بس السيزون لحد دلوقتي. هو لو حسبتها هتلاقي هو الجناح الوحيد المؤثر في الفريق، يعني الجناح الوحيد اللي عنده كواليتي، الجناح الوحيد اللي ممكن تطوره وتوصله لمرحله عاليه قوي بالنسبه لسافيو. بالظبط. دوكو مفيش رجل، انت ما بيجيش معاك دوكو خالص. بالظبط، تحس ان هو بس بالنسبه لي في الوقت الحالي لا، دوكو لا غنى عنه. ليه؟ فعلا؟ اقول لك ليه. دي حاجه حصري بقى دي سامح رضى على دوكو. لا اقول لك ليه. لان انت حاليا في فتره الموضوع عشوائي قوي. يعني عارف لما الفريق يكون مهلهل، طب هاتوا الافراد يعملوا تغيير. مين الافراد اللي هيعملوا تغيير؟ نونيز، دوكو، سافيو، كيفن دي بروين، اللي هي الافراد اللي هم الكواليتي الفردي بتاع كل لاعب ينزلوا بقى تعمل. بالظبط. لان انت لو اعتمدت على الشكل والخطه والاسلوب والطريقه، لا انت مش هتكسب. ايوه انت عايز افراد. بالظبط. يعني انت لو لاحظت الماتش الاخير ليستر سيتي، هتلاقي الهجمه بتاعت الهدف الثاني بدات بلاعب عمل مراوغه من على الخط اللي هو ماكاتيه، اللي هو مش بيلعب اصلا بدون سبب. ماكاتيه ده اللي قال لك هنقيره، وبعد كده قعدوه دقيقتين السنه اللي فاتت ودقيقتين السنه دي. يعني عارف اللي هو انت كانك انت مثلا ايه بتقعده وبتنهي مسيرته بالعافيه كده. ايوه. وبتتفاجئ ان هو عنده كواليتي. الحوار ده حصل مع كالفين فيليبس ولا كالفين فيليبس بالنسبه لكم ما كانش حد مفيد اصلا؟ هو كالفين فيليبس اصلا كان جاي حاجه كويسه، بس مع الوقت ومع عارف اللي بتبقى اللعيب لما تلاقي الظروف بتاعته اللي هو ايه، اصابه في اصابه في اصابه، فهو خلاص كده اللعيب من اللعيبه اللي بتمل بدري. قال لك كده شكرا، الكارير بتاع مانشستر سيتي ده مش هيكمل، فخلاص هو نعم. نرجع تاني بقى لفكره دوكو انت دلوقتي بتقول ولا غنى عنه، وسافيو يعتبر هو متطور شويه. يعني فكره الجناحين بقى اللي انت يعني انت دلوقتي بتشكر في الاثنين، فهل معنى في وسط الفريق ده فيه، هل هم فادوا الفرقه؟ يعني انت قلت لي سافيو فاد، دوكو دلوقتي مفيش غنى عنه، فمعنى كده ان فكره ان انا العب بجناحين بيراوغوا وبيرقصوا والحاجات دي اللي هي حاجه مختلفه عن جوارديولا، فادوا فعلا كده؟ ما هو كده هي حاجه طارئه في الظروف الطارئه دي. عارف اللي هو في العادي لا ما ينفعش. انت في العادي انت مقتنع بفكره ان جوارديولا يجيب اللعيب يكون بيرقص في الماتش 5-6 ترقيصات ويحوله يخليه لعيب هادي كده ما يرقص الترقيصات دي كلها، ده بيكون مفيد ليه؟ لسبب معين اقول لك حاجه. يعني عارف اكتر جناح فاد جوارديولا مين؟ هو رحيم ستيرلينج، لانه كان بيسجل كميه اهداف وفي نفس الوقت كان بيقدم الحاله الدفاعيه. بالظبط. فانا اقول لك حاجه، جوارديولا مدرب هجومي قوي،
هجومي ثوري في طبعاً، الهجوم. طبعاً. يعني عارف اللي هو لعيب مدرب اللي هو ايه، ممكن يعمل اي حاجه مقابل ان الفريق كله يبقى متقدم قدام. طبعا. فالمشكله انا كمدرب ايه اللي بيعالج مشكلتي في الدفاع؟ ان اللعيبه بتاعتي تدافع. حتى لو بصيت من موسم الشامبيونز ليج 2023 هتلاقي الفريق كله بيدافع. كان الوينجين بتوعك برناردو سيلفا وجاك جريليش بيدافعوا. الاثنين عندهم مهام دفاعية طبعاً. الدفاع. يعني عارف مثلا انت ما تفتكرش مثلا في موسم برناردو سيلفا مثلا مسجل 15 هدف فيه. لا، أو وبرناردو جاك. سيلفا طول عمره يعني بحسه مع السيتي بيعمل الحته دي عارف اللي هو كويس، وجريليش نفس القصه، خلي بالك. بالظبط. فعشان كده الفريق كان ناجح. الفريق كله بيدافع، الباكين بيدافعوا، لعيبه النص كلها بتدافع. مع ان طريقه جوارديولا المفروض هجوميه. ما هي عارف الحاجه الميزه في الموسم ده بالذات ان هو انت كنت بتقدم كل حاجه. اللعيبه طابعها هجومي بس عندها امكانيات دفاعيه. ايوه، فادت التوازن اللي يخليك تقدر تكسب اي فريق. ايوه. في الموسم ده كنت حاسس في النص الثاني من الموسم اي فريق ما يقدرش يقف قدام مانشستر سيتي مهما كان حجمه. أيوة. ومهما كان جودته. فدي الحاجه اللي انت خلاص افتقدتها حاليا دلوقتي كفريق مش قادر. لكن انت فيما بعد سامح ان انا ارجع العب بالهافين بتوعي اللي هم كانوا بيخشوا في المنظومه وما بيرقصوش كتير، بيخدموا على المنظومه اكتر وبيعملوا الدور الدفاعي. ممكن حد يعمل سافيو بميل ليه لسبب واحد ان هو يقدر يعني مع شويه تنظيم ومع شويه قله كسل مع الامكانيات بتاعته يقدر يعمل كل الحاجات دي مره واحده. حلو. بس الوينجات الباقيه ما اعتقدش انها تقدر تكمل. دلوقتي هالاند هو تاني هداف الدوري. تمام. صح، بعد صلاح، فرق هدفين لصلاح، صح تمام. كده؟ طيب هالاند جه عليه فتره ما كانش متواجد. تمام. انا ليا وجهه نظر في هالاند. انا بشوف ان هو لعيب فينيشر ما فيش زيه، ما فيش منه اتنين، بس مش لايق لكل طرق اللعب. يعني مثلا لو محتاج مهاجم مثلا محطه يطلع يسند لحد ويدخل حد هو اللي يجيب جول شبه مثلا ما هاري كين كان بيعمل مع سون، مش هاخد هالاند. لو انا مثلا عايز مهاجم مهاري شويه مش هاخد هالاند. لو انا مثلا عايز حد مثلا غير الهيدر والحاجات دي، حد يقدر يسند للعيب جاي او يشارك في اللعب مش هختار هالاند. لكن لو انا عايز حد فينيشر العب عليه عرضيات هختار هالاند. فانا دلوقتي بشوف وجهه نظري ان هالاند مش لايق لكل طرق اللعب، لعيب فينيشر وكل حاجه بس مش الشامل. تمام. ففي الفتره الصعبه اللي السيتي فيها دلوقتي هالاند في اغلب الوقت بيبقى مختفي وما بيقدمش الاضافه. فدي وجهه نظري فيه. فانت شايف تقييمك لهالاند ايه السيزون ده لحد دلوقتي؟ طب انا اسالك سؤال. اسالني. لويس سواريز ولا كريم بنزيما؟ معلش اسئله محرجه دي. لا بجد جاوب. لا والله بحب الاثنين. لا مين افضل فيهم؟ ماليش دعوه بالحب بالنسبه لي انا مثلا بشكل عام. يا سيدي انا اسالك سؤال اهو، كريم بنزيما ولا سواريز؟ قدامك اتنين، اختار واحد. سواريز. ليه بقى؟ مهاجم شامل، كان بيجيب اهداف كتير، كان بيعمل حاجات اكتر. بس كده هي دي اللي انا عاوزه. طب ما بنزيما كان بيجيب اهداف زي سواريز. ماشي بس بيجيب اقارن فترتهم مع يعني بعض. ما هو مثلا فتره مثلا سواريز مثلا في فتره معينه مثلا هو راجل بيجيب اهداف، تمام، هو اللي بيجيب الجول، هو اللي بيعمل. تعال نقارن. في فتره مثلا ما انت معلش ما انت كان بيلعب معاك رونالدو لفتره كبيره في ريال مدريد. تعال نقارن الاثنين. تعال نقارن مثلا لويس سواريز مع ليفربول. مش هقول لك ريال مدريد، مش هقول لك مع رونالدو كده ولا ميسي والكلام ده كله. وقارن مثلا اول موسم بنزيما في نفس الفتره مع لويس سواريز. هتلاقي مثلا في موسم سواريز اللي مسجل فيه 31 هدف في الدوري الانجليزي، في الناحيه الثانيه هتلاقي بنزيما مش معدل 15 هدف في الدوري الاسباني. طب انا هسالك سؤال تاني. والاثنين واحد مع رونالدو وواحد تمام. انا هسالك سؤال تاني. انا دلوقتي مثلا كلاعب شبه مثلا بنزيما بقدر استفاد منه في كذا طريقه لعب، بقدر العب له عرضيات هيحط، بقدر اخليه هو يصنع يعمل كده. طب انا اسالك سؤال. مثلا في الفتره الصعبه مثلا ليفربول السيزون اللي فات كان صلاح شايل الفرقه لوحده. انت في السيزون الصعب دلوقتي هالاند مش شايل الفرقه. طب انا اقول لك حاجه، المهاجم ايه؟ اجوال يا عم. بس كده. ماشي يا سامح بس انا هرجع انا اقول لك حاجه. انا دلوقتي في الوقت الصعب ما انت في فتره قاعد هالاند ما بيجيبش جوال. ما انت السيزون اللي فات هالاند ضيع كره قدام نوتنجهام فورست والجون فاضي وكان هيضيع الدوري. ماشي، انا ممكن اقول لك كره من هالاند قدام نوتنجهام فورست مثلا، او يا سيدي بيضيع 30 فرصه كبيره في الموسم. ده الطبيعي بالنسبه للمهاجم بالمناسبه، يعني مش حاجه بيعملها هالاند مختلف عن العالم كله. بس في المقابل بيديلك كميه اهداف ما فيش حد بيقدر يعملها. انا معاك بس انا برضو يا سامح حاجه تانية اقول لك حاجه بس عشان ما انساش. الفتره الصعبه اللي بيمر فيها الفريق حاليا هي فتره ايه؟ ان الفريق مش عارف يكريت فرص اصلا. تمام. يعني عارف انت مهاجم حلو، انت وصلتني لنقطه حلوه. تمام. طب ماشي، طب ما انا ممكن هاري كين بقى في الفتره الصعبه دي يكريت هو فرص لنفسه، يكريت فرص لسون. صلاح كان بيكريت فرص لنفسه السيزون اللي فات.
انت بتخيل انت بتقول هاري كين يكريت فورست لسون، تمام؟ مثلا هالاند نزل يا سيدي وبقى لعيب متمكن من كل مراحل اللعب، هيكريت لمين؟ مين اللعيب اللي في مانشستر سيتي يقدر يسجل 30 هدف في الموسم؟ وهل لو كان موجود كان اصلا كانت في مشكله ظهرت؟ المشكله اللي في الفرق حاجتين دلوقتي، الفريق ما بيصنعش، ايوه مفيش حد غير هالاند بيسجل. امسك هالاند، الفريق طبعا لوحده انا من غير ما معاك. انت تمسكه. بعد ما مشيت الفاريز انت حتى ما فيش حد. بالظبط، وحتى في وجود الفاريز مش اللعيب اللي يسجل 30 هدف في الموسم. انا معاك يا تمام. سامح، بس هي وجهة النظر كلها في ايه؟ ان انا كان ممكن اجيب مهاجم مثلا يقدر يا عم صلاح كان بيكريت لنفسه السيزون اللي فات مع انه مش نفس المركز. مفيش حاجه في الكوره اسمها كده. مع انه مش نفس المركز مفيش. يا عم كان شايل فرقته. ما هو شايل فرقته من ايه؟ في صناعه الفرص ولا في تسجيل الاهداف؟ والله كان صلاح بيعمل كل حاجه. ماشي، هو بيعمل كل حاجه، بس بيعمل ايه؟ بيصنع فرص ولا بيسجل اهداف؟ بيعمل الاثنين. كان هو بيعمل بيصنع الفرص، يبقى في لحد. ناس هتسجل أيوة اهداف. ماشي. بيسجل اهداف يبقى في حد بيصنع له الفرص. مفيش لعيب في الدنيا هيجيبها من المرمى للمرمى الثانيه. مش حوار كده، حوار مثلا يعني مثلا بلاش صلاح، كين كان بي زي ما انا قلت لك بيصنع لحد وهو كمان بيجيب. يعني فاهمني ازاي؟ عارف يعني في الوقت الصعب بدل بلعب مع توتنهام وبجيب لي مثلا معدل اجوان حلو ومحترم في السيزون يعني. اقول لك على حاجه، في ماتش ارسنال كان هالاند جوه المنطقه وسط تقريبا 6 أو 7 لعيبه من ارسنال، واللعيبه كلها من بره المنطقه. كان ماسك الكوره كوفازيتش والمدافعين. المدافعين بيحاولوا على المرمى، كوفازيتش مش بيحاول اصلا. تمام. ده لعيب نص. ايوه. هالاند جوه المنطقه. هل لو واحد من لعيبه النص سدد كوره وخلاص، اي تسديده وخلاص وصدها الحارس ونزل الثاني، احتماليه وصول هالاند للكوره كبيره. تمام. الحاجه دي ما حصلتش. انت بتتكلم مثلا في نص المباراه كانت بالوضع ده في الشوط الثاني بعد الطرد بتاع ارسنال. تمام. الوضع كان كده. تمام. فانت عندك احتماليه ان هالاند يسجل من كوره راجعه من حارس المرمى، من تسديده من النص او من بره المنطقه، ضعيفه قوي. احتماليه ان هالاند يسجل هدف من فرصه مصنوعه في المباراه ضعيفه قوي. ليه بقى؟ لان انت اصلا انت فريق ايه؟ فريق هجومي. الكوره نوعين، فريق هجومي وفريق دفاعي. فريق دفاعي هيكون معاه الكوره في حاله المضادات بتحولات. تمام. في الفتره دي هتكون مثلا انت كمهاجم هيكون عندك 1 أو 2 بس ماسكينك كمدافعين. طبيعي الفريق الثاني في الحاله الهجوميه. تمام. فانت في الحاله الدفاعيه للفريق اللي قصادك تمام. 1 أو 2 على هالاند مثلا. ده لو تحولات. لو انت هجومي هيبقى في كم لعيبه معاك تمام. وكم لعيبه ضدك. انا مع لكن انت لما تكون في حاله ان انت ما بيتصنعلكش فرص، احتمال ان انت تاخد الفرصه من قدام الحارس دي ضعيفه قوي عشان محدش بيسدد اصلا. ايوه. الاجنحه مش بتصنع، لعيبه النص مش بتصنع. يعني من فين هتجيلك الفرص؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى ان انت حتى الفرص اللي بيضيعها هي الفرص اللي بتجيله. يعني انت عارف، وده انت فريق هجومي. فريق هجومي المفروض ما كل مباراه ما تقلش عن 15 او 20 فرصه تصنعها. لا، انت حاليا وصلت في مرحله السيزون ده ما بتصنعش 5 فرص اصلا في ده حقيقي. ده حقيقي. من فين هيجيب اهداف؟ اخر حاجه هكلمك في فكره هالاند دي، ان انت بالنسبه لك هو هالاند بيفيدني في فكره ان هو بيسجل اهداف. انت شايفه مهاجم شامل يعني، ولا انت مش عايز منه حاجه غير ان هو يسجل اهداف؟ هو المهاجمين مش كلهم يعني شبه بعض. دي نقطه. النقطه الثانيه، مش يا صفر يا 100. في مراحل في المهاجمين. يعني هالاند ده مش صفر في منع اللعب. لا، هو عنده كل حاجه بس مش كتير. بس بالظبط. زي لعيبه هو تانية. بيتطور بالمناسبه. بيتطور يعني حتى لو شفت الماتشات الاخيره هتلاقي بيتطور في صناعه اللعب. بيتطور انه ينزل نص الملعب ويساعد اللعيبه. والحاجه دي موجوده من زمان، بس هي الفكره اتاخدت عليه من اول موسم ليه عشان جاب اهداف كتير. لا، هي مش عشان جاب اهداف كتير، عشان في فتره معينه كان بعد بايرن ميونخ، ريال مدريد، انتر، الماتشات اللي الناس بتشوفها ما كانش ظاهر فيها. بالظبط. السمعه اتاخدت هنا. ما هي بقى دي الفكره. يعني انت مثلا قبل كده في اول الحلقه قلت لي يا توريه بيختفي في الماتشات الكبيره، وانت برضو جه عليك ماتشات يا هالاند برضو زي ماتش ريال مدريد، انت برضو روديجر كان ماسكه بايده واسنانه. ماتش مثلا مع ليفربول فان دايك كان ماسكه، فاهمني؟ في ماتشات كبيره كان ما بيبقاش موجود فيها. والفريق بيقل في الفتره اللي هالاند بيبقى ممسوك فيها، فبتبان اكتر. بالظبط. يعني عارف لو عندك بديل. يعني انت متفق معايا في القصه دي ان هو بيجي عليه اوقات في الماتشات الكبيره ما بيبقاش موجود، فبيأثر على الفرق. هو عشان بني ادم طبيعي لازم أيوة، يحصل أنا فاهم. كده ان أنا هو فاهم. مش بايده أنا اصلا. فاهم. يعني عارف لما انت في 2 مدافعين بس هو كتالنت مهاجم او كامكانيات مهاجم مثلا، مقارنه مثلا بلعيبه مثلا شبه سواريز، شبه ليفا، شبه كين، مش ما عندوش نفس المميزات اللي هنا، مع انه ممكن يكون فارق عنهم في حته الفينش مثلا. انت بتوزن كده. انت بتوزن بين الاثنين. انت أيوة. واحد فينيشر اعلى، امكانيات اقل في اللعب. امكانيات اقل في اللعب ما اعتقدش زمان، او على الاقل من اخر 5 سنين، مش هقول لك زمان،
كان الموضوع ده مهم، ما ظهرش الا مع هالاند. ايوه هالاند لما راح مانشستر سيتي ما راحش ريال مدريد، ما راحش برشلونه، فالموضوع ظهر معاك. لكن تمام. قبل كده لا، هالاند كان نجم الجيل، حلم ريال مدريد، حلم برشلونه. لا الموضوع اختلف، وراح مانشستر سيتي لان هو كان لو يقدم راح مشاكله. لان هو لو راح ريال مدريد مثلا في فتره حاليه زي دي مثلا دلوقتي هيتصنع له، عنده ناس بتخدم عليه، فاحنا مش هتحتاجه غير زي ما مانشستر سيتي محتاجه دلوقتي برضو كده. المهاجم اهداف. على عكس لو راح برشلونه مثلا انت المهاجم- محتاجه بشكل تاني. هو بص، قبل اي حاجه مهاجم اهداف. يعني انت لما تبص بنزيما خد البالون دور ليه؟ اهداف. وموسم مؤثر. بالظبط. لا هو اهداف. ما هو مؤثر، ايه اللي خلاه مؤثر؟ ايوه انا فاهمك، ما اهدافه الحاسمه يعني. بالظبط. انا ده اللي بكلمك فيه، ان مثلا بنزيما في الاوقات الحاسمه انا لقيته في باريس جاب، في تشيلسي جاب، برضه فاهمني. ما تنساش ان هي كم اهداف. مش الموضوع مش هدف او اتنين او فتره معينه، لا دي كم اهداف. بس انا قصدي يا سامح ان هو موجود، يعني موجود في كل الاوقات. بنزيما لما خد بالون دور كان موجود في كل الاوقات. كين كان بيبقى موجود في كل الاوقات باهدافهم. في توتنهام مثلا باهدافهم. انا فاهمك والحاجات دي واللي انت بتتكلم فيها. الحاجه بس الاخيره اللي انا عايز اقولها لك برضو، ان في حاجه بتتقال دايما، ان انا معلش، ما طبيعي ان هالاند يجيب اجوان في ظل ان السيزون اللي فات من اول ما جه بتصنع له فرص كتير جدا. المهاجمين بتوع مانشستر سيتي في اي وقت بيصنع لهم فرص، هو فين الاهداف بتاعتهم؟ مش نفس صناع قصدك ان الالعاب. هو التالنت في الحته دي موهوب فيها. بالظبط. يعني هو جيسوس مش كان موجود في مانشستر أيوه. عمره ما سجل مثلا كمل الاهداف 30 دي. هدف. بس التوظيف كان مختلف برضو، والشكل كان مختلف. جوليان الفاريز السيزون اللي فات هالاند اتصاب من شهر 12. شهر 12 واحد ما كانش موجود فيه اصلا. ايوه الفاريز لعب 8 ماتشات لوحده، مفيش حد معاه. ما فيش حاجه. مفيش حد سجل هدفين، واحد في بيرلي وواحد في فرقه درجه ثانيه في الكاس. وجهه نظر محترمه بصراحه. اخر حاجه بقى هقولها لك، دلوقتي السيتي محتاج ايه عشان يرجع تاني والفريق يقوم على حيله من تاني؟ محتاج ايه؟ محتاج طقم لعيبه نص. عارف انت تجيب لعيبه. قول لي مثلا، يعني قول لي عدد لعيبه، مش هقول لك اسامي. يعني ممكن اقول لك المركز اللي محتاجه باك يمين. محتاج باك يمين. باك يمين ووكر خلاص كده شكرا. هو سواء دي؟ هو طبعا اكيد هو اللي هيمشي، او مش هقول لك باك يمين، هقول لك باكين يمين، لان الاثنين عشان تبقى بتنافس عندك لعيب اساسي ولعيب دك. بالظبط. بس جوارديولا مشكلته الازليه ان هو ما بيعتمدش على 2 باكين يمين او 2 باكين شمال. بيلعب واحد يمين واحد شمال، واحد يمين وشمال، عشان بيدور بين الثلاثه عشان سكواده صغير، ما بيعملش واحد وبديله بنسبه 100% في المركز بتاعه. فانت باكين يمين وده مش هتحصل، مش انت بتقول بالظبط. باك شمال ولا هيستخدم جفارديول؟ ما اعتقدش انه ممكن يجيب باك شمال. يعني جفارديولا مثلا دول كفايه. محتاج حد في خط الدفاع. قلب الدفاع ده اكيد هيحتاج واحد على الاقل، لان انت بتستخدم قلوب الدفاع في مركز الباك، فاكيد هتحتاج مدافع اضافي. خصوصا عندك اتنين زي اكي وستونز بيتصابوا كتير. في حد يمشي من الطقم اللي ورا ده، يمشي بره النادي غير ووكر؟ غير ووكر لا ما اعتقدش. نص الملعب بقى كوفازيتش اتكل على الله اكيد. جريليش جناح كده بس انت واحد زي كوفازيتش ده انت مش محتاجه خلاص. بالظبط. جوندوجان خلاص. يعني دول بالنسبه لي برناردو سيلفا 50-50. يعني عارف لو باع مستواه مش احسن حاجه، بس انت شايف فيه ايه يعني هو على الاقل بيدي مجهود في فتره معينه. اهداف موجوده اكتر من كوفازيتش مثلا. مساهماته الدفاعيه عاليه. يعني عارف بيبقى في لعيب عندك بياكل بينزل بيعمل حركه، على الاقل لو مش هيعمل حاجه ومش هيسجل هيبقى في حركه، هيبقى في رايح جاي. الكلام ده ممكن تعتبر ان الوضع الحالي اوت اوف فورم، مش امكانيات، مش ده مستواه الاساسي بالظبط. فانت كوفازيتش شكرا وجوندوجان وتجيب 2 مكان. زوباميندي انا كلمتك فيه، لو هيجي هيكون لو اي ارتكاز اي لعيب 6 اللي هو ب6. عارف انت غير اللي مثلا 8 بتلعبوا 6 زي ما حاجات جوارديولا المعتاده دي. اجنحه جريليش يكمل. هو لو دكه ماشي دكه، لان في احتياج ماتشات كتير بتبقى محتاجه. يعني عارف الماتشات بتبقى متقفله او الماتشات اللي بتبقى انت عاوز تعطل اللعب فيها، ده لعيب مهم عندك. جريليش بقيتوا بتستخدموه يعطل اللعب. هو من اول يوم كان هو اللي بيعطل اللعب. يعني عارف لما تلاقي ماتشات مثلا بيلعب فيها يجاك مثلا، بتلاقي الماتش ده لا مش هيخلص اكتر من 1-0 2-0. فاهمك. هو ايوه بيمسك الكوره ويهدي اللعب خالص، وفاولات بيكسب فاولات. يعني جريليش يفضل في النادي لو دك كبديل كويس اكيد. ماتيوس نونيز هيبقى ليه دور اكتر الفتره الجايه مع الامكانيات. مع الوضع الحالي ما اعتقدش ان هو اصلا امكانياته ما بتتطورش. يعني اللي جاي من وولفرهامبتون هو الموجود حاليا. طيب الجناحين بقى، سافيو انت قلت لي بيتطور، محتاج حد معاه؟ طبعا ما ينفعش. يعني هو ينفع في الظرف اللي احنا فيه دلوقتي هو ودوكو بالظبط. يعني انت محتاج جناحين. لا هو في الوضع الحالي سافيو، او في وضع اي وضع سافيو كويس بس مش اساسي. لا هو لا هو يلعب اساسي عادي، مفيش مشكله. بس محتاج حد بديل ليه.
محتاج حد يدوس عليه، عارف، محتاج حد عشان ينافسه. يطلع اللي عنده. بالظبط. تمام. في اسم معين في دماغك؟ هو كان النادي ما طرحش حاجه، وما اتكلمش ان في وينجات اصلا ممكن تيجي في الفتره اللي جايه، بس ما اعتقدش ان في حاجه معينه. دوكو بالنسبه لك برضو مش لا، هو بالنسبه للنادي، بالنسبه لي رايي الشخصي معروف فيه اصلا من زمان، بس بالنسبه للنادي هو لعيب مهم. هو مهم، فهو اجبارا هيكمل اكيد، يعني مفيش اي ملمح. في ظل بقى اهتمام الفرقه في الكلام اللي طلع على مرموش لعيب بيجي من بره لجوه، فاهمني؟ فهل ممكن يكون ليه دور مع الفرقه مثلا يساعد هالاند، ولا هيكون مش الحاجه المناسبه ليه؟ خصوصا ان جوارديولا برضو اتكلم في نقطه ان احنا دلوقتي بطاء، فعايزين حد يسرع اللعب. بالظبط. بس مرموش سريع، مش من نوعيه المدرب اللي بيلعب في المنطقه الهجوميه على لعيب متعدد المركز، يعني عارف هو واحد يعمل لي حاجه. بالظبط. هالاند يجيب اجوال، لا هو يا يلعب بالجناح يا يلعب مهاجم. في حته ان هو يبقى نص جناح ونص، او جناح داخلي او شادو سترايكر، دي ما بقتش موجوده حاليا. يعني عارف، مع وجود هالاند مثلا انت ضامن ان في واحد في مركز 9، ضامن في وجود رودري ان في واحد في مركز 6. فالاربعه اللي حوالين التسعه والسته ما ينفعش يبقى فيهم شادو سترايكر. أيوه. بيعطل اللعب، بيأخر الفريق. طب زي ما يحيى قال، مرموش مثلا ممكن يلعب الدور اللي كان بيلعبه الفاريز، اللي هو اللعيب اللي بيسند لهالاند، بيفتح له مساحات، هو الكرة بتجيله مثلا بيديله، بيساعده. الفارز ما لعبش مع هالاند او ما لعبوش مع بعض في مش كتير برضه، حسيت كده غير لما دي بروين اتصاب. فده الفارز كان اصلا صانع العاب، مش لعيب، مش شادو سترايكر. في فرق بين الاثنين. فمرموش مش بالنسبه لك مش هيقدر يعمل، مش هيقدر يعمل نفس النقطه دي، ان الفارز كان جزء من شغله كله اصلا اختراقات من تحت هالاند. فمرموش اشبه بالجناح الداخلي، مش مش شادو سترايكر خالص. بالظبط. فبحس ان مش الشخصيه او اللاعب اللي هو لا البروفايل المناسب. بس انا بشوف ان عقليه مرموش وان هو عنده فلكسبيليتي، ان هو ممكن يتطور. فممكن مثلا هو قبل كده على فكره ساعات بيلعب جناح، ما بيأديش في اقوى حاجه، بس جوارديولا برضه ممكن يطوره، ممكن يعمل منه حاجه. فانت بالنسبه لك ده خيار ممكن يكون كويس. طبعا ممكن يكون كويس طبعا. حد بيدي الاضافه يعني عارف انت نقطه. ان انت حاليا مع الفريق الحالي، لا انت محتاج لعيب يقدم حاجه جديده. محتاج لعيب رقم 9 صريح مع هالاند. صعبه قوي. يعني عارف، هو المفروض مش حد هيجي يرضى اللعيب يبقى يبقى راضي بانه يبقى باك اب لهالاند، او حاجه تانية ان هو مثلا يكون مثلا متعدد. يقدر يلعب في مركز معين غير المهاجم، بحيث تقدر تستخدمه ولما هالاند يتصاب منك او يقعد دكه يبقى مكانه. بالظبط. ده الحل الوحيد يعني للفريق. دي بروين اخر حاجه بقى في الحلقه عشان يبقى ختامها مسك. دي بروين لما بيغيب شكل الفرقه بيختلف تماما، ولما بيرجع يلعب شكل الفرقه بيبقى حلو جدا. الراجل ده مكمل اصلا ولا خلاص؟ وانت كسامح شايف ان لازم يجي له بديل لانه كبر في السن؟ يعني شفنا قبل كده تصريح ليه قال لك انا بقيت عامل شبه الخيط، لو اتحط عليا ميه ببوش كتر بالنسبه للاصابات يعني والحاجات دي. فهل انت شايف ان مثلا دي بروين يديك موسم كمان؟ دي بروين يكمل عادي ويلعب، بس ما يبقاش لوحده. يعني محتاج واحد تاني معاه. تمام. يشيل منه، يلعب، يبقى هو مثلا اللعيب. دي بروين حاليا في الوضع الحالي اخر ماتش في الاسبوع. فانت محتاج واحد شبهه، او محتاج لعيب بيأدي خطوره، لعيب بيساهم. لان اللعيب مش مجرد تأدية خطوره، ان هو مثلا طبعا. لا انت عاوز لعيب مثلا من نوعيه فيرتس مثلا. تمام. السيزون ده مثلا موسيالا. بالظبط. اللعيبه اللي هي بتسجل 10 وبتصنع 10 ده اقل حاجه في الموسم ليها. يبقى الطبيعي بتاعها وبتلعب تحت المهاجم بشكل اللي هو بتشكل خطوره. ايوه فاهم. هي دي النقطه اللي بتخلي اللعيبه بتخاف من هالاند. بالظبط. في حد خطر تاني بديله وراه، فانت مش هتركز مع هالاند بنسبه 100%. لكن طالما النص الحالي موجود، فانت معاك تركيزك مع هالاند عشان عارف ان الخطر مش مؤثر للدرجه. فانت شايف ان دي بروين ممكن يلعب جزء من الماتش، ممكن يلعب ماتش واحد في الاسبوع، لكن محتاج بديل ليه. بالظبط. بس انت في اي حاجه تانية عايز تقولها؟ شكرا، ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا كنت معاك والله العظيم. حبيبي سامح، انا اكتر والله، وكنت مستني الحلقه دي من زمان. تقريبا احنا جبنا كل حاجه تخص السيتي. ولو في اي حد برضه يبقى فيه تعليق او اي كومنت، ابقى برضه اقوله لك ونرد عليه بوجهات نظر مختلفه. انا استمتعت ان انا كنت معاك يا سامح، واتشرفت بيك دايما حبيبي يا صديقي. ودي كانت كل حاجه عندنا عن مانشستر سيتي وعن مسيره الفريق الفتره اللي فاتت دي، عن كل حاجه تخص الفريق. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. كان معاكم احمد حموده، سامح عرفات. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.